نشرت عدة مقالات صحفية عن جزيرتين سعوديتين يحتلهما العدو الصهيوني، فهل لسموكم الكريم إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع؟ هذه مثل ما معروف جزيرة تيران وصنافر. على وقت من قديم الشيء اللي بعرف عنه أنه عبد الناصر طلب من جلالة الملك فيصل استعمال الجزيرتين تحت الإشراف المصري وتحت مسؤولية مصر بقيادة الرئيس عبد الناصر. طبعا ما كان من جلالة الملك فيصل إلا التجاوب، وما دام دولة عربية ترغب أن تستعمل هذه الجزيرتين للاستفادة منها لأن جاية في البحر الأحمر في خليج العقبة، ومن طبع الأمور أن كان لها مفعول بالنسبة لمصر، فكان التجاوب مع حكومة عربية من ذاك التاريخ وهي تحت الإشراف المصري والإدارة المصرية. كلنا بنعرف اللي حدث في سنة 67 وما حصل في سنة 67 من أمور مع الأسف أنها كانت سيئة جدا، لكن هذا الواقع. من ذاك التاريخ إلى لغاية الآن وإسرائيل احتلت سيناء وانسحبت من جزء منها، والجزء الآخر مثل ما هو مسموع الآن سوف تنسحب منه في إبريل. أتصور أنا أن مسؤولية الحكومة، حكومة جمهورية مصر الآن ورئيسها، مسؤولية مباشرة عن الجزر، لأنهم هم اللي استفادوا منها والمملكة العربية السعودية تجاوبت معهم في ذاك الوقت. هذا هو موضوع الجزيرتين.